الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أول شي خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني شي بتمنى من كل صبية دخلت جديد على الفيديو تشترك وتفعل زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد أنا بنزله. ويا صباح الخيرات صبايا، طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. شوي شرمانية جايين بالصالون. اليوم قررنا نعمل الفريكي، يعني واخيرا قررنا نعمله. هلا نقيه وبعدين اطبخه. هلا حطيت الفروج على النار ينسلق، ما بعرف يا صبايا اذا سمعانين ولا لا، بس في صوت مروحه، فبقولكن حطيت الفروج ينسلق، يعني صار شي نص ساعه على النار. ايه قلت لبين ما انقيها، هي شفتوا قليله لبين ما انقيها وهيك تكون اسمه وقلية بكون استوى الفروج، عشان اطبخها بمرقة الفروج. هلا هاي حسب ما قالت لي اختي انه كتير نظيفة وما بتعذب بالتنقاية. اي والله يا صبايا، انتو ايش طيبخين كتبولي. يعني ما حجرة. هلا هي بالفعل ما اشبشي، كأنه هيك حسستها. هلا لبين ما اخلص تنقاي ببين معي، بس مبينتها ما اشبشي. وبعد ما قليتها وخلصت بالفعل يا صبايا، هي الفريكة هي ماركة اليرموك، بالفعل كتير نظيفة. هلا انا حطيت كاستين، كاسة ونص تقريبا، كاستين والله نسيت شو قد انا يعني طبخت، بس انه هيك يعني تقريبا هالقدر. هلا انا عملتها هي انه يومين تكفينا يومين. ايه هون قليت الدهنة مثل ما يكون شايفين، عم بقلي الدهنة والكان الفروج لسه ما استوى. هلا انا حاطة انه صدر قطعتين، عرفتوا يعني بدي اعملها احط صدر عليها. في عالم تعملها باللحمة كمان بصير شقف لحمة، في اذا بدكم كمان انه بقلوا لحمة كمان، يعني حسب الموجود، بس انا هاد اللي كان موجود عندي. وهيك مثل ما انكم شايفين بعد ما قليت الدهنة حطيت الفريكة، غسلتها منيح لانه كتير بتكون بطلع منها شحوار، هي شفتوا مو بحرقوها، فغسلتها منيح ونقعتها شي نص ساعة بمي باردة، وبعدين صفيتها وهيك عم بقليها مثل ما انكم شايفين. اي والله. واحلى شي يا صبايا هون كنت عم بحكي، هون انا عم بصور، كنت عم بحكي مع اختي اماني، عم بقولها رجعي ذكريني بكل الطرق، لاني صار لي زمان انه صار لي زمان طيبختها، ماني طيبختها ونسيت شو بتنعمل. عن جد صبايا انا من نوع اذا طبخت يعني عدت فترة طويلة ما طبختها بنسى شو بتنطبخ، فما بتفرج على اليوتيوب، بدق لاخواتي بلاقيه اهون علي، عرفتوا. وكمان بحب سبحان الله كل عيلة لها هيك طريقة بالطبخ، عرفتوا. مثلا يعني بدق لاخواتي لانه تقريبا نحن طبخنا كله بيشبه بعضه هيك. هلا في عالم ما بتحب هاي الطريقة بطبخنا، في عالم بتعمل نفس الطريقة، يعني بالذات موضوع الأكل الناس أذواق. وعلى فكرة مو بس موضوع الأكل، في كتير عالم، يعني هو طبعا يعني رضا الناس هيك صعب واحد ياخده، إن كان يعني بأي شي. مثلا مثال أعطيكم مثال، إنه بفيديو الماضي في تعليق إنه أنا يعني استغربت منه، إنه أنا مو قلت إنه يعني ماني مشتهية أضل بالبيت، إنه في هيك كذا وحدة أصلا، إنه لسه أمس جيتي من اللاذقية لسه مالك شي. يعني هلا أنا صارلي أسبوع وأكتر جاي من اللاذقية، يعني ما بعرف أسبوع مثلا، إنه شايفين إذا وحدة ضلت أسبوع بالبيت يعني هذا فترة قليلة خلص. يعني إذا كل أسبوع مثلا واحد طلع له مشوار أو بالأسبوع مرتين، وين المشكلة يعني ما بعرف. وإذا واحد ضل بالبيت صبايا مثلا بيجوا بكتبوا
كل فيديوهاتك بالبيت طلعوا غيروا جو. الحياة مي بس طبخ وتنظيف عن جد. هو يعني عبقلكم مو بس بموضوع الأكل، إنه الناس أذواق وآراء، حتى بموضوع الحياة بشكل عام. بس هلا أنا بالنسبة لإلي أنا بشوف بعمل أنا اللي يعني اللي أنا شايفته مناسب إلي أنا، واللي بريحني إلي أنا. ويعني خلص يعني أنا عم بصور روتيني الطبيعي، ماني ما بتصنع فيه شي. يعني بالفعل هذا اليوم أنا كنت برات البيت، خلص كنت برات البيت وهيك عملت. يعني ماني مضطرة مثلا أغير حياتي أو أغير روتيني إنه كرمال حدا، عرفتوا. هلا طبعا في مثلا أحيانا بيجيني تعليقات بالعكس شلون بدي أقولكم صبايا بتخليني يعني شلون بدي أقولكم مثل أوعى، عرفتوا. في هدول أنا باخد فيهم. يعني مثلا إذا بتسألوني أنا قبل سنة كنت إنه مستحيل أطلع من البيت إذا ما كنت خالصة كل شي بالبيت. بعد مثلا إنه بعد تعليقات حلوة، طبعا هلا في عالم من تعليقاتها هي بتبين إذا مزوقة أو لا. فبعد العالم هيك المزوقة إنه بيقولولي إنه عن جد إذا صحلك هيك طالعة ما تقصري بعدين يعني شغل البيت ما بيخلص. بالفعل أنا عن هديك السنة لهالسنة كتير متغيرة بهالموضوع هاد. إنه مثلا إنه خلص لحقاني كل شي بعمل، عرفتوا. بس ادوني بطريقة أو بأسلوب أو كتابة، يعني من ناحية التعليق أسلوب حلو، يعني أسلوب ذوق، عرفتوا. في عالم إنه بس تحكي يعني أنا إنه أنا موجودة هون بس هيك. طبعا هدول ما بأثروا علي أبدا، ولا بشيلهم من أرضهم صراحة. يعني لأنه من تعليقة وكتابة تعليقة بتبين هي شلون. فيعني أكيد ما راح أخذ بكلامها أنا. بس إذا بقولكن إنه تغيرت عن سنة هلا، يعني الحمد لله لأحسن، لهيك حسيت حالي بفي شغلات عن جد أنا إنه يعني بشيلها شوي أكتر من حجمها. يمكن إنه بالذات تعليقات الصبايا اللي بيكونوا مثلا هيك بيكتبولي يا بنتي، هدول أكتر تعليقات صبايا بتعلق بمخي وبفرح فيها. لأنه بقول لحالي مثلا إنه مثلا وحدة مثلا أنا بعمر بنتها عم بتتابعني، يعني إنه هيك بحسه شي كتير كبير عن جد. فهالشي هاد كتير بفرحني، وقت بكتبولي هدول الأشخاص إنه تعليقاتهم هيك خلص أنا باخد فيها، عرفتوا. اي والله. بس طبعا الحمد لله يعني عندي هيك الجزء الأكبر الحمد لله، خليلي قلبكم كلهم هيك مزوقين وعن جد محترمين كتير، خليلي قلبكم. مثل ما انكم شايفين نزلت البرادي لانه هلا بتعرفوا مو الدنيا صيف وعم نفتحها كتير طول الوقت فاتحين، مو عم نفتحها كتير فبتغبروا. فقلت لحالي بما انه كمان في مي، والله هيك معاناتي بالمي انا ما عم بتخلص الحمد لله رب العالمين. فقمت نزلت البرادي كمان. هدول المخدات غيرتهم، كنت حاطه هدوليك انا حطيت هدول غسلتهم انا ركبتهم. هدول كمان الوجه غسلتهم. يعني كتير كنت عملت امور. والله هدول غسلتهم امبارح عمال اليوم. ايه والله. فيعني ما بحسن كله فرد يوم لانه مثل ما قلت لكم المي ما على هلا شو هلا نزلت هدول. هلا هاي مرق غسل، هي مرق غسله، هي ما بدها غسل، بس هدوليك قلت يلا بغسلهم. ايه والله. فقمت وهلا شايفين يعني راح يصير المغرب بس ما في مي كان مثل ما قلت لكم. ايه فقلت لحالي خليني اخلص. هلا اول شي بدي اعمل البلكون، اعمل هون الابواب، اغسل هون. هاد يا صبايا هذا مو خشب. هلا انا عم بستبق الاحداث لانه مره غسلته في بالتعليقات كتبوا لي انه شو عم تغسلي هذا خشب. هذا الومنيوم مانو غجب. هلا بلشت اتأتئ. مانو خشب فيعني بينغسل عادي. اي والله. فقمت الله هيك اخلص شغلاتي اجتني الهمة. طبعا طبقت السحابات، مسحت قلبه، مسحت ظهر الغزينات كلها، ظهر البراد، خزن المطبخ، هدول كل الشغلات انا عملتهم. لانه يعني هيك عم بصير فينا بتنقطع المي بنهار المسا بتجي. فقلت لحالي على هلا يعني قطعت المي بدي استنى، ما راح استنى، خليني اقوم اخلص التطبيق وامسح قلب الغزينات وهيك. يعني مثل بتقولوا انه حوسه نظيفه. هيك شي يعني هيك حابة، يعني ما بعرف شو بحب اغسل شوي الحيطان هيك، ما بعرف ابرد البيت. ايوه. فقمت هيك اخلص شغلاتي. هلا بدي اسوي هدول. وقلت لكم الغرفة هديك هون شوفوا
هاي كمان هدول هدول كمان غسلتهم كلهم. هلا هذا عفته بس لبين ما اغسل الشرشف وامده. وكمان مسحت الغبرة ورجعت الأغراض كلها. يعني هلا ضل علي بس هوني أطبق وأبلش بقى بالشغل، يعني بالغسل وهيك هالأمور هي ومسح الأراضي وهالشغلات هدول. هلا هون يا صبايا انا اول شي فقت طبخت على بكير، لانه يعني قلت خليني اخلص طبختي على بكير. مثل ما قلت لكم هيك عم تصير المي انه بتجي المساء. ايه فوقت يعني اتغدينا حتى على بكير وقمت يعني خلصت شغلاتي هي كلها عرفتوا. بس بالتطبيق وهيك ما صورت لكم، لانه كنت يعني عم بخلص بسرعة مكرمال انه اذا اجت المي. وكمان الشغلة التانية بالنسبة للتطبيق صبايا، عن جد هلا عم بحس انه يعني مو هيك الأغراض الصيفية كل شوي بتعرفوا بتشلحوا بتلبسوا، وكل شوي عم بحس الغزينات يعني كل يومين ثلاثة بدها تطبيق. وعلى الغبرة مسح قلبها يا صبايا. عن جد عندي أنا غرفة النوم مو هيك لونها، يعني قد ما بوصفلكن إنه الغبرة بتبين فيها حتى من جوا أكتر، كتير كتير بتبين فيها الغبرة. هلا شوفوا مثلا غرفة بناتي بتحسوا لونها عملي أكتر من هالناحية، بس غرفتي لأ. يعني حتى أبواب البيت كمان، حتى أبواب البيت كمان هيك بتحسوا إنه دائما يعني كل يوم لازم تمسحون هيك الحراف، إنه فورا ببين عليهم حرف الغبرة. ما بعرف إذا فهمتوا قصدي شلون، يمكن لأنه ألوان غامقة. هلا أنا ببيتي القديم كنت عملت له الوان، ما بعرف احكي صبايا استنوا شوي اركز. عملت لون الابواب فضي غامق. يوم ما كان عملي، بس بتعرفوا هنيك الجو ما فيه هالغبرة هاي. ما بعرف اذا هون هيك كمان اذا واحد كان هدول اللون الابواب اللون الفضي عملي لا الفضي الغامق ها مو الكاشف. ما بعرف اذا حدا هيك لون بوابة كتبولي انتو كمان هيك عملي، ولا انه لا مثل البواب البني انه هيك الغبرة كتير بتبين فيهم. يعني سبحان الله انا ما بحب لون البني. بس يوم غرفتي وقت اللي اخدتها كنت انا بدي اخده انه عساس اعمل لون ابيض، هيك انا كنت مقررة. بس بعدين انا غرفتي القديمة كانت كاشفة، قلت يلا انه بغير شكل عن القديمة انه كاشفة. وبنفس الوقت صوايا ما كنت بدي افصلها تفصيل، لانه خفت يعمل لي فيها شي انه مو مثل ما بدي انا، او يحط خشب مو مثل اللي انا شفته. عرفتوا بتعرفوا وقت بتشوفوا شغلة تفصيل يعني بتخافوا شوي منها. كرمال هيك قلت خلص هي نفسها اللي بدي اشوفها بدي اخذها. بس يعني هل هي عن جد هي كنوعية وكجودة كتير كويسة الحمد لله رب العالمين. بس من ناحية تنظيفها يعني تنظيفها صعب، والغبرة كتير بتبين حتى من جوا من قلب الغبرة بتبين. بقى هيك وش نسوي، يعني كل يومين بعمل لها مسحة. وهون بقى بعد ما خلصت حطيت هدول الشراشف، حبيت هيك اغير جو شوي عن الملون والالوان هيك. ايه فحطيت لهم هدول انا اخدتهم من قبل. ما بعرف اذا شي يوم صورت لكم اياهم او لا ما بعرف. ايه فحطيتهم هيك انه تغيير شكل. بس حسيتهم عطوا شوب للغرفة. ان شاء الله هيك مشتاقة اخد لهم انه لون كاشف بس صادة ما فيه رسمات. ومع ان هن شد بحبوا الرسمات اللي عليهم هدول الشراشف اللي عندهم انه عليهم العاب وهيك شد بحبوهم. بقى يعني بتعرفوا شوي بناخد لهم على ذوقهم شوي على ذوقنا هيك يعني. وهون بقى بعد ما خلصت مثل ما انكم شايفين والنظافة الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا الصحة والعافية يا رب. وهيك نضل نقوم بواجبنا ونضل ننظف يوم بيتنا ننظف يومنا كنت لكم ننظف يومنا ننظف بيتنا. لأنه عن جد في ناس مثلي إنه ما بترتاح نفسيتها إلا لما تنظف بيتها. سبحان الله هذا وسواس، هي عقدة ما بعرف إيش هذا الشي. بس أنا وقت اللي بكون يعني قمة السعادة عندي شوفوا، لأنه إذا أكلت مثلا شي بحبه أو إذا طلعت مشوار. هلا يعني طبعا بنبسط وبغير جو، ومثلا إذا أكلت أكلة مثلا حاببتها كمان يعني الحمد لله رب العالمين. بس السعادة اللي بتجيني الراحة هي بأكتر شيء لما بنظف البيت، هي أكتر شغلة. ولما يكون هيك تنظيف يعني تنظيف عميق.
وهون بعد بقى ما خلصت شغلاتي كلها، ويعني هون بناتي لسه ما ناموا. والله يا صبايا صايرين هلا بناتي عبسهروا، بما انه بتعرفوا لا في مدرسة ولا في شي، فعبسهروا بصراحة وبتأخروا بالنوم يعني شوي لحتى يفيقوا. ايه فهون خلصت حممتهم وخلصت هيك، قلت بقى شو صار لازم اعمل فنجان قهوة. وهون متل ما انكم شايفين سويت فنجان قهوة وطلعت لبرا هيك بعملكم حركات هيك على القمر وهيك شغلات يعني. بس عن جد كان القمر كتير كان شكله حلو هالليلة ما شاء الله. بالتصوير ما هيك كتير واضح، بس بالحقيقة عن جد كان هالليلة هاي كتير طالع يعني شكله حلو ما شاء الله. هلا يا صبايا بعد ما خلصت شغلاتي كلها، هذا مرطب الايدين رح يخلص، بس بدنا نعصره اخر نقطة بعد ما خلصت هيك شغلاتي. والتنظيف اليوم كان طويل، تنظيف حوسة طبخة كل شي، يعني اليوم كل شي طلع عندي. اي والله يا صبايا. هلا هذا المرطب هيك مشكلته كتير سميك، بس انا ايش بعمل احيانا يعني بخلط هاد مع هاد هيك مع بعضهم. بس اليوم مو هيك مستعملة منظفات كتير وهيك شغلات، فما بدي اخلطهم. يعني احسن هلا وقت اللي بكون ما عندي كفوف، يعني لو انه مثلا استعملت على ايدي قبل ما انام دائما انه خلص برطبن كرمال ما يعني ما يصيرلن شي. هو اجباري يعني بتأثروا بس يعني المهم. وهيك روتيني لليوم، ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم وحبيتوه وتسليتوا، واستنوني ان شاء الله تعالى في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة. سلام.